بسم الله الرحمن الرحيم. المدى احمد فتوح او عم الحنيوك. بص يا باشا، انا عايز اقول لك كلمتين بس عشان تفهم. عشان انت فاكر جمهور والزمالك غلط ولا ايه؟ ولا انت فاكر عشان الجمهور بيهتف لك في المدرجات؟ ولا شويه العيال اللي انت بتديهم 3000 جنيه دول هيفضلوا يهتفوا لك في المدرجات وتبقى فتوح كابتن الفريق وفتوح اللاعب الموهبه اللاعب النابغه ولاعب كره الشوارع والحاجات الغريبه اللي هم بيقولوها عليك دي؟ مش هتاكل مع جمهور الزمالك. الكلام ده تقوله للعيال، شويه العيال اللي هم مواليد معلش 2004، مواليد التيك توك اللي انا بكلمك عليه. انا بشجع كوره مع احترامي لحضرتك يا باشا، مع انا اسف ليك يعني من 92. من 92 ما شفتش لعيب عمل اللي انت عملته. يعني مرتضى منصور لما طلع قال عليك، قال لك انك كنت بتسهر وبتسكر وبتحشش، الدنيا كلها قامت قلبت عليه. وانا اول واحد قلت له يا عم انت عبيط، انت بدل ما تدافع عن اللعيب بتاعك راح بتقول اللي هو بيسكر وبيحشش وبتاع. امبارح انت ومحمد صبحي جايين سكرانين من الساحل، بتقوم ضارب امين شرطه بالعربيه نموته. ايه يا فتوح، انت نسيت نفسك؟ انت مفكر نفسك لاعب كوره بجد؟ مفكر نفسك هو انت دولي يا اسطى؟ انت ما بتروحش منتخب، وانت اصلا في الزمالك كنت بتقعد تجي لمحمد عاطف لسه جايبينه ناشئ. انت يابا مفكر انك انت خلاص انت وعايز 12 مليون ومقدم تعاقد ومن ناحيه تعاقد ليه يا اسطى؟ طب كسومك امبابي وجينا والمجلس مشارك اللي انت عاوزه وتعاقد معاك وبتاع، تيجي امبارح تضرب في الساحل امين شرطه في القوات الخاصه. يا ريت امين شرطه عادي تموته وتفضل لغايه الصبح في النيابه، وتروح النيابه النهارده الصبح ومحمد سليمان وعبد الواحد السيد يجوا يطلعوك من النيابه. يا اسطى انت عبيط يا ابني. انت فوق، انت بتلعب في نادي الزمالك. لو انت مش مقدر اللي انت فيه فوق، احنا عمرنا ما هنسكته، عمرنا ما هنسكته. واي لعيب مستهتر ملوش مكان وسطينا وملوش مكان بينا، افهم الكلام ده. لو جمهور الزمالك مفكر ان هو هيطبطب عليك، جمهور الزمالك ما بيطبطبش على حد خلاص، جمهور الزمالك فاض بيه. تمام؟ انت يا فتوح شيل شيلتك بنفسك، احنا كجمهور عملنا اللي علينا في حوار مرتضى، انت بقى شيل شيلتك بنفسك. اخر حاجه هقولها تاني، التيك توك مش عارف عايز ايه، كل ما انزل هو موضوع احمد رفعت وافتح موضوع احمد رفعت يقوم شايل لي الفيديو ويقول لي لحمايه مش عارف الخصوصيه وانت كده تنمر ومش تنمر. يا تيك توك انا هفضل كل ما انزل فيديوهات لغايه لما حق الميت يرجع. احمد رفعت عند الله تجتمع الخصوم. خلصت كلامي؟ السلام عليكم.